السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنهضروا على مباراة المغرب وألمانيا في كأس العالم. هاد المباراة اللي خسرها المنتخب المغربي ب6-0. المنتخب النسوي اللي صدم بزاف د المغاربة، ولكن هاد المغاربة اللي ما عرفوش بأن هناك فرق في السرعات. سيد القاضي، نعم، الصدمة جات لأنه الصحافة ديالنا ما عطاتش الوجه الحقيقي وما هضراتش المنطق، صحافة ديال تزوير الحقائق. هاد المنتخب المغربي تحية كبيرة لأنه تأهل لهاد النهائيات. يعني هذه خاصنا نقولوها. ولكن باش تقارن المنتخب المغربي بمنتخب ألمانيا فهذا يعني هذا الشيء من وحي الخيال. الصحافة ديالنا خلات أن الناس يتيقوا بأن المغرب غيدير نفس إنجاز منتخب الرجال. يعني لا علاقة. المغرب عاد يلا بادي في هذا الرياضة اللي هي كرة القدم النسوية. فالصحافة هي الأول اللي خلى أن الناس يتسناو نتائج كبيرة من هذا المنتخب. المغرب يعني نتيجة عادية اللي دارت في هذه النتيجة، وكانت متوقعة بالنسبة للناس اللي فاهمين الكرة. أما بالنسبة للناس اللي كيتفرجوا في قناة الرياضية وبعض القنوات ديال اليوتيوب فجاتهم غريبة. إذن كل التوفيق للعناصر الوطنية كيفما كانت النتيجة.